حقوق العمل في اسبانيا. حمي خدمتك ودافع على نفسك. اذا كنت مهاجر وخدام في اسبانيا فمن الضروري تعرف الحقوق ديالك كعامل. هذا الشيء ماشي غيساعدك غير باش تحسن وضعك في العمل، بل غادي يحميك من سوء المعامله وحتى الموافق الغير عادله. في التالي غادي نشرح لك طريقه واضحه وبسيطه الحقوق الاساسيه كعامل مهاجر، واللي مفروض عليك ديرو في حال حسيت بالحقره، وحتى كيفاش تطلب المساعده القانونيه او النقابيه في حال احتاجتي ليها. حقوق العمل في اسبانيا الاساسيه اللي لازم تعرفها. في اسبانيا العمال الاجانب عندهم نفس الحقوق اللي عند العمال الاسبان، بغض النظر الاصل ديالك او منين انت. القانون كيحميك كاي عامل اخر، وهذه بعض الحقوق الاساسيه اللي لازم تعرفها. مثلا كاين السالاريو مينيمو انتر بروفيسيونال اللي تصادق عليه في 2024 واللي كيوصل حتى ل 1134 اورو شهريا او 15000 اورو و876 سنويا. ممكن تبدل هذا السالاريو كل سنه، هذاك الشيء علاش مهم بزاف تكون على علم. او مثلا عقد العمل، كل عمل لازم يكون موقع بعقد اما شفهيا او كتابيا. واخا ديما كتوصى ان العقد من الاحسن يكون مكتوب، ولازم يكونوا فيه جميع التفاصيل كعدد ساعات العمل، الراتب او مده العمل. وكاين كذلك ساعات العمل واوقات الراحه. ساعات العمل في اسبانيا ما يمكنش تكون اكثر من 40 ساعه في الاسبوع، وخاصك تعرف انه عندك الحق ترتاح يوم ونصف كل اسبوع. بالاضافه لذلك اذا كنتي كتخدم ساعات اضافيه فمن حقك تخلص عليهم او تعوض عليهم بساعات راحه. حق اخر من الحقوق الاساسيه فهو العطل. من حق كل عامل يحصل على عطله مدفوعه الاجر للمده ديالها توصل حتى 30 يوم سنويا على الاقل، وما يمكنش لصاحب العمل يحرمك من العطله ديالك. والحمايه من سوء المعامله في مكان العمل هذا حقك، ما تسمحش وما تسكتش على الظلم. للاسف ماشي جميع اصحاب العمل كيحترموا القانون، والبعض منهم كيحاول يستغل المهاجرين اللي ما عندهمش علم بالحقوق ديالهم، وهذه بعض انواع الانتهاكات الشائعه في مكان العمل. غادي نشرحوا لك كيفاش ممكن تدافع على راسك. كاينين بعض النقاط اساسيه، مثلا الحد الادنى للاجور. اذا كان صاحب العمل ما كيخلصكش الاجر القانوني او كتخدم ساعات اضافيه بدون تعويض، خاصك تعرف بان هذا الشيء غير قانوني. احفظ جميع المعلومات المتعلقه بالاجور ديالك، ساعات العمل، باش تكون عندك جميع الدلائل في حاله احتاجتي طالب بها. او مثلا عدم احترام العقد. اذا عينوك في وظيفه بشروط معينه ومن بعد تم تغيير هذه الشروط بلا ما يعلموك قبل، فهذه ايضا اساءه. فمن حقك تفاوض وتناقش اي تغييرات في عقد العمل الخاص بك. او مثلا طرد بدون مبرر. اذا تم الطرد ديالك بدون سبب او دون التزامات المتطلبات القانونيه ديالك، فهذه ايضا اساءه لك كعامل. او مثلا التحرش او التميز في مكان العمل. ماشي من العادي يتعرض اي عامل للتحرش او التميز بسبب اصله او دينه او حتى الجنس ديالو. الا تعرضتي لهذه الاشياء فخاصك تعرف انه عندك الحق تبلغ وتكون عندك حمايه. كيفاش تدافع على راسك؟ غادي نخليو لك بعض الخطوات المهمه باش تحمي نفسك من سوء المعامله. اذا حسيتي انه تعدوا لك على الحقوق ديالك فغادي نخليو لك بعض النصائح. مثلا ممكن تهضر مع صاحب العمل. شي مرات كيوقع مشاكل في الخدمه وممكن تكون غير سوء تفاهم او مشكل في التواصل. الا شفتي باللي كيتعدوا لك على الحق ديالك، اول حاجه ديرها هي تحاول تتكلم مباشره مع الخف ديالك وتحاول توضح ليه طريقه بسيطه باش تحلوا المشكل. او بما يخص الدلائل، الا شفتي المشكل كبر اذا خاصك تجمع كاع الدلائل اللي عندك، كمثلا الكوبيا كونطراتو ديالك التراباخو او النوميناس اللي عندك او منساخيس او كوريوس الكترونيكوس او اي محادثه مسجله عندك مع الخف ديالك. الا كان ممكن تقدر تعتمد على شهاده ديال صحابك في الخدمه. النقطه التاليه هي انك تحاول تقلب على استشاره قانونيه. اذا شفتي انه من بعد ما جلستي مع الخف ديالك وهضرتي معاه المشكل ما تحلش، اذا من الاحسن تقلب على استشاره قانونيه. في اسبانيا كاين بزاف المنظمات ومحاميين مختصين في حقوق العمل اللي يقدروا يعاونوك واخا ما عندكش امكانيات ماديه. وايضا تقدر تلجا لمكاتب الهجره او جمعيات اللي كتوفر وكتقدم استشارات قانونيه بالمجان او بسعر منخفض. والنقطه المهمه هي انك تنضم لنقابه. النقابات هما منظمات اللي كتدافع على حقوق العمال واللي ممكن تفيدك بزاف اذا تعرضت للحقره او سوء المعامله في الخدمه ديالك. ولهذا كنصحك انك تنخرط مع اي نقابه اللي ممكن توفر لك الاستشارات او المعلومات اللي محتاج ليها.
وايضا ممكن تفيدك في حاله الا بغيتي تفاوض مع الخف ديالك باش توصلوا لحل متشارك. في اسبانيا كاينين نقابات اللي من ضمنهم كوميسيونيس اوبريراس اللي معروفه بهذا اللوغو اللي غادي نحطو لكم هنايا في الفيديو، او لا اونيون جينيرال دي تراباخادوريس اللي حتى هي معروفه اوخيتي، حتى هي غادي نخليو لكم اللوغو هنايا في الفيديو. وهاد النقابات عندهم اقسام محدده ومختصه بالعمال المهاجرين. النقطه التاليه وهي حاله الطرد. اشنو ممكن دير الى واجهتي حاله طرد من الخدمه ديالك؟ فمن الضروري تعرف حقوقك وكيفاش تتعامل مع هذه الحاله. كاين اشعار بالطرد، الى طردوك من الخدمه فمن حقك توصل برساله او اشعار بالطرد اللي كيفسر لك فيه الاسباب، وفي بعض الاحيان لازم عليهم يعلموك 15 يوم قبل او يخلصوك في هذه الايام، او التعويض على الطرد اعتمادا على سبب الطرد من العمل اللي ممكن يكون موضوعي او تعذيبي او غير عادل. فمن حقك الحصول على التعويض يتراوح ما بين 20 يوم حتى ل 33 يوم من الراتب ديالك لكل سنه عمل. او في حاله المطالبه اذا كان الطرد بدون مبرر او غير عادل فامكانك تلجا للمحكمه الاجتماعيه خلال 20 يوم من بعد الاشعار، واذا ربحتي القضيه فكيلزموا على الشركه ديالك انها ترجعك الخدمه او تعطيك تعويض مالي. والنقطه التاليه هي فين ممكن نقلب على مساعده او دعم. المنظمات والموارد المفيده، كاين العديد من المؤسسات والموارد اللي يمكن لها تساعدك في الدفاع عن الحقوق ديالك كعامل مهاجر. المفتشيه او الضمان الاجتماعي هو الهيئه المسؤوله عن ضمان امتثال شركات لقوانين العمال، واذا كنتي كتعرض على الاعتداء في الخدمه ديالك فهاد الخف ديالك تقدر تعيه للهيئه. في اسبانيا كاين المينيستيريو دو تراباخو اي ايكونوميا سوسيال اللي كيقدم معلومات حول حقوق العمل، او الا بغيتو ديروا شي شكايه. وكاين كذلك منظمات غير حكوميه بزاف منهم كيقدموا دعم مجاني للمهاجرين، كمثلا السيار اللي هي لا كوميسيون اسبانيولا de ayuda al refugiado او لا اسوسياسيون ماروكي para la integración de los inmigrantes. واخيرا كاينين النقابات كيف ما ذكرنا من قبل، هي واحد المورد مهم باش تحصل على استشاره قانونيه وحمايه في حال تعرضك للتحرش في الخدمه ديالك. خاصك تعرف الحقوق ديالك باش تعرف تدافع على نفسك. اول حاجه هي خاصك تعرف حقوقك باش تحمي راسك في الخدمه ديالك، وما تنساش باللي في اسبانيا القانون كيحميك بغض النظر على الاصل ديالك. ودائما ما تنساش انه كاين المنظمات مختصين اللي يقدروا يعاونوك في حاله كانت عندك مشكله في الخدمه ديالك. انت ماشي بوحدك، كاينين الموارد في المتناول ديالك لاحترام الحقوق ديالك وانك تخدم في ظروف عادله وبكرامه. وما تنساش الا احتاجيتي معلومات او استشارات من عند مختص في مجال العمل فهنا في اسبانيا ممكن تتصل بنا، فابواب الجمعيه المغربيه ديما مفتوحه في وجهك. نتسناو.